بعد مرور قرابة سنة على أول مصنع لتركيب السيارات رونو بوهران، ظهرت نتائجه التي يعتبرها خبراء اقتصاديون فاشلة ولم تخدم الاقتصاد الجزائري. ولكن نشوف بأن المشروع رونو ما جابلناش واش كنا ننتظر، بحيث إذا نشوف قيمة نتاعو، قيمة الاستثمار في حوالي مليار و200 ألف يورو حسب المعلومات اللي جاتنا. وكذلك إذا نشوفوا في نفس الإطار عدد العمال اللي المناصب الشغل اللي خلق هذا المشروع هي حوالي 300 عامل فقط. وبالتالي نشوف بأن المشروع من حيث الغلاف المالي فهو كبير، ولكن من حيث الأهداف، من حيث يعني المزايا تاع هذا المشروع قليلة جدا. وللتوضيح أكثر مقارنة بين مصنع رونو الجزائري ومصنع رونو بالمغرب، يوضح لنا الخبير الاقتصادي مجموعة من النقاط في ظل هذا الاختلاف. مقارنة بهذا المشروع نشوف مثلا في مشروع رونو طنجي تاع المغرب وين ما يتجاوزش المليار يورو، وين خلق لهم 4500 منصب شغل مباشر و20,000 منصب شغل غير مباشر. نزيد نتكلموا كذلك على عدد السيارات المنتوجة، فهي حوالي 400,000 سيارة بثلاث أنواع من السيارات. نزيد نتكلموا على كان فوائد هذا المشروع للمغرب، بحيث هناك أنشئ معهد للتقنيات الميكانيكية نظن، دونك وين نسمح باش يكون مهندسين مغاربة وتقنيين في هذا المجال. موضوع اقتصادي بتوابل سياسية، هذا ما أدى إلى نتائج سيئة يعيشها قطاع الصناعة، وخاصة صناعة السيارات بالجزائر، أو بالأحرى تركيب السيارات.